السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني كتير. الفيديو اللي فات بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا نعمل النهاردة ان شاء الله الفراخ المندي بطريقة جميلة جدا جدا. طبعا ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. هنا طبعا كنت بوريكم معايا الفراخ والتوابل اللي هنشتغل بيها، وهنعمل احلى تتبيلة جميلة جدا جدا للفراخ المندي. هنا كان معايا الفراخ زي ما انتم شايفينها كده، غسلينها ومنضفينها كويس جدا. وطبعا الفرخة ما يزيدش وزنها عن كيلو ونص بصراحة. معايا فلفل اسمر بقى، البهارات بتاعتنا فلفل اسمر، معايا كاري، معايا كركم، معايا فلفل اسمر، معايا بهارات فراخ، معايا ماجي، معايا كمون، ومعايا ملح، ومعانا ايه معلقة صغيرة من البابريكا. وطبعا معانا دبس الرمان، ومعانا ليمونة، وكيس صلصة او كاتشب المتوفر عندك هتضيفيه. نزلت كده بالتوابل على الفراخ. طبعا زي ما قلنا الفراخ بنغسلها غسلة كويسة جدا، وبنقعها بصراحة ربنا كده في محلول النقع بتاعها ملح وليمون ودقيق، وبسيبها بصراحة ربنا شوية كده بتبقى جميلة جدا، ومبقاش لها ريحة الزفار. وزي ما قلت انا ما بغسلش الفراخ بخل خالص، خلاص، لان الخل بيثبت الزفار. هنا بقى نزلت بالتوابل، ونزلت بكيس الصلصة زي ما قلت، صلصة كاتشب الموجودة عندك، وعندك دبس رمان مفيش مشكلة. مفيش ممكن صويا صوص برضو، ده او ده المتوفر عندك. يعني بصراحة بيبقى في التتبيلة حلو قوي، بيخليها بصراحة ربنا طعمها جميل جدا. لو مش موجود مش متوفر دبس الرمان، ممكن نحط معلقة من العسل، عسل النحل او العسل الاسود، يعني مفيش مشكله برضو، هيبقى معانا جميل جدا. بس ما نكترش فيه عشان ما تسكرش معانا قوي، هي معلقه واحده كفايه. هقلب كده زي ما شفتوا كده التوابل كلها، وهجيب سكينه كده، يعني هخلي التتبيله تخش في كل الفراخ. هجيب كده ايه السكينه وهشككها كده. طبعا من برضو حاطه حبهان فيها، يعني الحبهان بصراحه والكمون ده شيء اساسي في الفراخ، والكركم بيديها لون جميل جدا. كده سبت التتبيله بقى، الفراخ في التتبيله، وهنشوف بقى هنعمل الرز ازاي بطريقه سهله جدا جدا. هنا كان معايا بقى ايه ليمون اللي هو المجفف، ورق لورا، ومعايا كاري، ومعايا كركم، فلفل اسمر، والملح، ومعلقه صغيره من ايه من من الماجي، ومعايا حبهان. وده نص كيلو كده من الرز البسمتي. طبعا انا بغسله بس مش بنقعه، يا مدوب غسلته بس اهو بالشكل ده. طبعا بصراحة انتوا اللي متابعيني وعارفين ان انا مش يعني مش بنحب القرفة بصراحة في اي نوع اكل، يعني ما بنحبش القرفة عامة يعني. فاللي حابب القرفة هيضيف برضو مع الرز كده مع التوابل دي، قرفة خشب او اي يعني معاها تبقى برضو جميلة جدا، بس احنا بصراحة عيالي مش بيحبوها. طبعا جبت الصينية كده ونزلت بيها بالرز وعليها التوابل، وهننزل بقى ايه بالمية السخنة كده زي ما انتم شايفين كده. الرز اللي هو البسمتي بيبقى مختلف شوية عن الرز البلدي المصري، لانه ايه يعني بيبقى عايز المية بتاعته يعني تزيد، يعني حبة شوية كده عن التانية. خلاص هظبط بقى ايه الملح بتاعنا، وهنحط ايه معلقة حلوة كده محترمة من الزبدة، وشوية زيت كده. الرز ما شاء الله اللهم بارك خلص معانا. عايزه اقول لكم اسهل وجبه تعمليها واسرع اكله تعمليها بصراحه هي الفراخ بالمندي كده بالرز، يعني حاجه اللهم بارك سهله جدا. انا عندي هنا بصراحه الشبك بتاعه الفرن الصغير عندي، هحطها كده فوق الصينيه، وبصراحه هحط عليها ايه هحط عليها ورق فويل كده بالشكل ده، وهحط كمان ورقه برضو من الزبده. إيه لو يعني مش متوفر عندك الورق الزبدة، ممكن تحطي على الشبكة على طول عامة، يعني على طول مباشرة. بس انا بصراحة ربنا يعني حبيت ان انا ايه افرش لها فرشة كده، وافتحها بالفتح دي كده بالسكينة. طبعا التتبيلة اللي هي في الفراخ لما تنزل ما تنزلش في الفرن وتبهدل الدنيا، لا هتنزل على الرز، هتديله طعم حلو قوي، هتبهره وهتخليه او بصراحة بتاعت الفراخ بينزل طبعا هينزل على الرز. هنا الفراخ بتاعتي كانت الفرخ حوالي كيلو ونص، يعني ما نجيبش فراخ اكبر من كده عشان تستوي معاكي بسرعة، عشان يعني لازم كتير برضو في الفرن كده. هنا بقى بصوا دي التتبيلة بقى، هرش شوية دول كده بصراحة، يعني خسارة يعني بصراحة ربنا لا بصراحة كانت جميلة جدا، بتمنى ان تجربوها.
هيعجبكم جدا. جبت برضو ايه زبدة، فرشتها ايه فردها كده على الفراخ، وهلف الفراخ كويس جدا عشان انا عايزاها بصراحة تستوي على طول معايا. لكن بصراحة لو كنت سبتها يعني كانت هتقعد شوية في السوا في الفرن، وكمان بصراحة يعني كانت يعني هي صغيرة كانت هتنشف معايا في الفرن. فالطريقة دي هتخلي لي الفراخ تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت هتبقى طرية وجميلة جدا. هنا بقى كنت بقول لكم ان انا مشغلة الفرن على اعلى حرارة من تحت، واحطه على الرف اللي في النص. طلعت اللهم بارك، عايزة اقول لكم ما قعدتش اللهم بارك والله، انا ما حسبت لها قد ايه بالظبط، بس على حسب كل واحد برضه في يعني فرن ممكن يبقى حرارته عالية، حرارته واطية، على حسب الفرن طبعا. بين الفراخ وبنشوف هما في الفرن استووا او لسه كده، يعني مش بنسيبهم ونقول ايه لا لما يستووا، لا تشوفيهم وبرضه تشوفيهم استووا ولا لا. هنا الرز كان استوى معايا اللهم بارك، والفراخ بس هنديها طبعا عشان كنا مغطينها زي ما شفتوا بورق الفويل وورق الزبدة وكده. فطبعا عينته من عليها، وهديها بقى وش معلقة كده قطع، معلقة صغيرة فلفل اسمر، بس مفيش اكتر من كده. وهدخلهم تحت الشواية ياخدوا لون مش اكتر. بصوا ما شاء الله، يعني انا كنت سبتها كانت اتحرقت. لا والله طلعت معايا في منتهى الجمال، اللهم بارك، جميلة جدا، وكانت ريحتها قلب الدنيا وحاجة في منتهى الجمال. هنا بصراحة بقى حبيت ان انا احط في الصاج، يعني حسيت انه هو بصراحة يعني اشيك من الصينية شوية. وحطيت بقى زي ما انتم شايفين كده، حطينا الفراخ على الوش كده، والرز مفلفل وجميل ومستوي، اللهم بارك، طعمه وريحته جميلة جدا. والفراخ كانت تتبيلتها جميلة، كل ما بتقعد في التتبيلة عشان تبقوا عارفين برضو تبقى اطعم واحلى. يعني انا قعدتها بصراحة ربنا حوالي ساعة وربع كده واشتغلت فيها. لكن لو هنقعدها من بالليل للصبح هتبقى احلى واحلى. يعني هي كانت جميله جدا بصراحه، بس انا يعني بحب التتبيله تقعد كتير في الفراخ، بتدي طعم احلى واجمل بصراحه. هنا كنت بوريكم والله كانت سخنه جدا، انا ما كنتش عارفه اقطع منها. والرز كان طعمه جميل، والبهارات فيه جميله جدا، كل حاجه فيه مظبوطه ومستوي وما شاء الله مفرط زي ما انتم شايفين كده. الفراخ كانت جميله جدا ومستويه، والله انا ما كنت عارفه ان انا يعني بصراحة ربنا افتح يعني سخنة جدا كانت. يعني شايفين انتوا حتى الدخان طالع منها ازاي. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل كل جديد من انا وبناتي. وطبعا بحبكم في الله جدا جدا، وبحب دعمكم ليا وكلامكم الجميل، كومنتاتكم اللي بتسعدني وتفرحني. ويا رب يديمكم نعمة في حياتنا يا رب. واي حد عايز اي حاجة يكتب لنا في التعليقات، ان شاء الله مكملين مع بعض. وما تنسينيش بدعوة حلوة. بحبكم في الله يا احلى اخوات.